نشوف بقى مع بعض سؤال كده على الاكسيديشن والريدكشن. ركز معايا. السؤال بيقول based on this equation، الايكويشن بتقول ان CuO الكوبر اوكسايد بيرياكت مع الهيدروجين بيطلع لنا الكوبر والووتر. دي الايكويشن اللي قدامك. السؤال بقى عليها بيقول لي which of the following ده اللي هم مين التشويسز بتوعك، انهي واحد فيهم acts as oxidizing agent؟ مين في الأربعة دول هيشتغل oxidizing agent؟ يا ترى الكوبر ولا الهيدروجين ولا الكوبر اوكسايد ولا الووتر؟ هو حاطط لي الأربعة اللي موجودين في الإيكويشن، بس أنا مش عارف مين فيهم هيشتغل oxidizing agent. طبعا بمعلوماتك السابقة اللي أنا قلتها لك قبل كده هتقول لي اللي هيشتغل اوكسيدايزنج ايجنت اكيد حصل له ايه؟ ريدكشن. فانا هشتغل في حل الايكويشن دي اني اطلع الريدكشن بروسيس. فهنطلعها ازاي؟ بمعرفه بسيطه خالص، انك تقدر تجيب الاكسيديشن نمبر لكل حاجه في الايكويشن. تمام؟ ركز كده معايا. بالنسبه للكوبر اللي موجود هنا تقدر تجيب الاكسيديشن نمبر بتاعه؟ طبعا يا مستر. مش هو يا مستر ماسك في الاكسجين؟ صح. الاكسجين الاكسيديشن نمبر بتاعه معروف على طول بنيجاتيف 2 اكسبت الحاجات اللي احنا بنشيلها، البيروكسايد والسوبر اوكسايد والفلورايد اكسجين، صح كده؟ يبقى احنا هنعتبر ده بكام؟ بنيجاتيف 2 لانه مش من الحالات الايه؟ الاكسبشن. طيب يبقى المفروض الكبر بكام؟ هتقول لي على طول يا مستر المفروض يبقى بوزيتيف 2 علشان كل ده المفروض يبقى ايه؟ زيرو نيوترال. يبقى انا كده يا مستر جبت لك الاكسيديشن نمبر للكبر طلع بوزيتيف 2. سهل. الكبر اللي جوه الكبر اوكسايد. تمام. تقدر تجيبه بعد السهم؟ صح. بعد السهم موجود ايه؟ اتوم ولا ايون؟ لوحده يبقى ايه؟ اتوم. والاتوم الاكسيديشن نمبر بتاعها بكام؟ زيرو. فانا يا مستر اهو فكرت الCu2 بلس لما مشيت كده وبصيت للاكسيديشن نمبر، برضو من المعلومه اللي قلتها لك قبل كده، قلت لك ان لما الاكسيديشن نمبر يديكريس يبقى هنا حصل ريدكشن. يبقى الرقم هنا 2 بلس بقى 0، زاد ولا قل؟ قل. يبقى هنا الاكسيديشن نمبر ايه؟ الاكسيديشن نمبر ماله؟ ديكريس، الرقم قل. ولما يحصل انه يقل يبقى العمليه اللي حصلت ايه؟ عمليه ريدكشن. واللي يحصل له ريدكشن بقى يشتغل اوكسيدايزنج ايجنت ولا ريديوسنج ايجنت؟ بيشتغل عكس ما بيحصل له. حصل له ريدكشن يشتغل عند اللي جنبه ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى هنا الCu2 بلس بتشتغل اوكسيدايزنج ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. انا كده عرفت الاجابه يا مستر. الاجابه Cu. غلط. ليه غلط يا ابني؟ هو اللي حصل له ريدكشن الCu2 بلس ولا الCu2 بلس؟ يبقى المفروض لو دي هتطلع الاجابه الصحيحه يبقى المفروض يبقى موجود فوقيها ايه؟ 2 بلس، يبقى بيتكلم عن الكوبر ايونز. يبقى هنا ده مبدئيا مش هينفع معانا. ده سبب. والسبب الثاني انه موجود فين؟ في البرودكت، فهو طلع خلاص مش هيحصل له حاجه ثانيه. تمام؟ يبقى ده كده اوت. طب يا مستر امال مين؟ ده هو ده اللي حصل له ريدكشن. طب هو ماسك في مين؟ في الاكسجين. يبقى كل ده بيشتغل اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى هنا طالما ما حطليش في الاختيارات الCu2 بلس يبقى انا هدور عليها على الكومباوند كله سليم اللي هو مين؟ الCuO. وتبقى الاجابه سي اجابه ايه؟ اجابه صحيحه. طبعا الهيدروجين هنا طالما ده حصل له ريدكشن يبقى الهيدروجين هيحصل له اوكسيديشن من غير ما نكملها، يبقى مش هيمشي. تمام؟ والH2O طلع برودكت يبقى مش هيحصل لها حاجه. تمام كده؟ يبقى اللي حصل له ريدكشن هو الCuO او الCu2 بلس، يا يكتب دي يا يكتب دي. واللي حصل له ريدكشن الCu2 بلس يا مين؟ يا الCuO على بعضيها. تمام؟ فهمت السؤال؟ يا رب تكون فهمت حاجه. السؤال كان حلو. اشوفك ان شاء الله في سؤال جديد. سلام.